إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث حديث الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وأهلها، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم في أعلى جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة الأفاضل، من أدرك رمضان ولم يستغل هذا الشهر العظيم الذي أنعم الله به عليه في الصيام والقيام والجود والإحسان والتوبة النصوح، فقد فاته خير كثير قد لا يدركه مرة أخرى. أيها الأفاضل، لقد مرت ساعات رمضان كالبرق الخاطف، فماذا عملنا في 23 يوما من رمضان ونحن في اليوم 24 منه؟ كل يوم مر نسوف فيه التوبة، ونسوف فيه الإقبال على الطاعة والإدبار واجتناب المنكرات، إلى أن أوشك هذا الشهر أن ينقضي كما انقضت من قبل الشهور والسنوات، وحينها يتحسر المسلم ويندم، ولكن بعد فوات الأوان. معاشر الإخوة الأفاضل، نحن في نهاية رمضان، في نهاية المنافسة والسباق. لم يبق إلا القليل في مضمار السباق ونصل إلى النهاية، فلا بد من الاجتهاد في الطاعات في ختام هذا الشهر المبارك، فلا نتكاسل، وقد اقتربنا من الوصول إلى ما نرجو من مغفرة الله جل وعلا ورضوانه. أخي الكريم، اعلم أن الله تواب غفور، قد جعل الليالي الأخيرة من هذا الشهر خير ليالي هذا الشهر، تعويضا لمن فاته الخير في بدايته وفي منتصفه. فعلى المسلم أن يحرص غاية الحرص في ختام هذا الشهر على الإكثار من الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنما الأعمال بالخواتيم. أيها الأفاضل، شهر رمضان هو شهر البر والإحسان والجود والخيرات والبركات، جعله الله فرصة للصائمين والصائمات ليزدادوا إقبالا على الخير ويزدادوا اجتنابا للشر، مستجيبين للمنادي الذي ينادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وفي هذا الشهر عتقاء لله من النار يعتقهم، وذلك كل ليلة. فاسعى أيها المسلم، واسعي أيتها المسلمات، اسعوا أن تكونوا منهم. وفيه ليلة هي ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. من وفق لقيامها إيمانا واحتسابا، ووفق للإحسان فيها بقراءة القرآن والذكر والدعاء، فهو المرحوم، جعلني الله وإياكم جميعا من المرحومين. ومن حرم قيامها فهو المحروم، نعوذ بالله أن نكون من المحرومين. فيا أيها المحب لله ورسوله الراغب في جنة عرضها الأرض والسماوات، أقبل على الخير وأقصر عن الشر فيما تبقى من أيام معدودات وليالي معدودات، بل فيما تبقى من ساعات معدودات. وحد الله جل وعلا ولا تشرك به شيئا، وحافظ على الصلوات في أوقاتها كما أمرك ربك، وأحسن قيامها وركوعها وسجودها وخشوعها، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأد زكاة مالك، وأد زكاة فطرك، وصم ما تبقى من أيام رمضان، وقم ما تبقى من لياليه، فلعلك تدرك ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر.
فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ويرفعك إلى درجة الصديقين والشهداء. وأنت أيتها المرأة المسلمة الموحدة، وحد الله جل وعلا ولا تشرك به شيئا، وأقيم الصلاة وأد الزكاة وصومي رمضان وقومي رمضان في المسجد أو في بيتك، وأطيعي زوجك تبلغين درجة الصديقين والشهداء، لكن بشرط التوبة النصوح من كبائر الذنوب التي تهلك أصحابها ما لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. ومن هذه الذنوب التي تقع فيها كثير من النسوة في زماننا هذا وتتهاون فيها اللباس الشرعي، يتركن اللباس الشرعي ويلبسن اللباس الفاضح المكشوف المخالف لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكشفن أجسادهن وشعورهن وسواعدهن وسيقانهن وما فوق ذلك والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يرى من جسدك إلا الوجه والكفان، وإن غطيتهما فذاك أحسن. فلا يليق بالمرأة المسلمة التي تقول إنها تحب الله ورسوله ودينه، والتي أنعم الله عليها بالإسلام والصلاة والصيام والقيام، أن تترك فريضة الحجاب وتخرج كاسية عارية تتعرض لمقت الله وغضبه وسخطه. أخي الكريم، احذر غاية الحذر من الرجوع إلى المعصية وترك الطاعة بعد رمضان، فيا من صبر وصابر في هذا الشهر الكريم وذاق حلاوة الإيمان وذاق حلاوة الصيام والقيام وذاق حلاوة قراءة القرآن وذاق حلاوة الذكر والدعاء وذاق حلاوة الإحسان إلى الفقراء وذاق حلاوة الإحسان إلى حفظة كتاب الله وسنته. إياك ثم إياك ثم إياك أن تفسد ذلك كله بالرجوع إلى المعصية والانغماس في أوحالها ونتنها وقذارتها، واحذر أن تهجر الطاعات ومجالس العلم، وأن تترك الجمع والجماعات والعيش في رحاب الباقيات الصالحات، فلا تكن من عباد رمضان وكن من عباد الرحمن، فبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فيا باغي الخير، هذه أيام وليالي معدودات بقيت من رمضان، سرعان ما تنقضي، فاغتنمها في قراءة القرآن، عسى أن يكون شفيعك يوم القيامة، وعسى أن يحبك رب العالمين لأنك أحببت كلامه فقرأته آناء الليل وأطراف النهار. هذا القرآن الذي يرتقي بك إلى الدرجات العلى، وأكثر من ذكر الله، فهو حياة قلبك وهو نور لك عند ربك وذخر لك يوم القيامة، فلا تغفل عن أحب الكلام إلى الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا أحببت الله فقرأت كتابه وذكرته بأحب الكلام إليه وعملت ما يحبه من صيام وقيام وصلاة وغير ذلك، أحبك الله، وإذا أحبك الله غفر لك ذنبك وأدخلك جنته. وأكثر يا عبد الله من الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. وأكثر من الاستغفار وأكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، معترفا بضعفك وعجزك، فإنها كنز من كنوز الجنة. واجتهد فيما تبقى من هذه الليالي المعدودات في قيام الليل، عسى أن تدرك فيها ليلة القدر، فمن وفقه الله لقيامها فقد فاز فوزا عظيما. فاجتهد أخي المستمع الكريم وأيها الأخ الفاضل، واجتهدي أيتها الأخت الفاضلة، لنجتهد جميعا في الإحسان إلى الناس، في بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى إخواننا وأخواتنا وجيراننا وإصلاح ما بيننا وبين الناس. أطعم الجائع وفطر الصائم واسقر الظمآن واكسر المحتاج واسعى على الأرامل واليتامى والمساكين واقض حوائج الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويسر عن المعسرين المحتاجين وفرج كرب المكروبين، فإن الله ييسر عنك ويفرج كربك في الدنيا والآخرة، وتكون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وكف أذاك أيها المسلم عن الناس، وكف أذاك عن الناس أيها المسلم،
ولنكف لساننا إلا من الخير ولا نحقر من المعروف شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تنسى أيها المسلم أن ترد المظالم إلى أهلها، وأن تتوب إلى الله توبة نصوحا، فتقلع عن المعصية وتندم على فعلها وتعزم على عدم الرجوع إليها. فالبدار هي التوبة النصوح. نسأل الله جل وعلا أن يكون رمضان هذا أحسن رمضان صمناه وقمناه، ونسأل الله جل وعلا أن لا يأتي علينا رمضان المقبل إلا وقد أحسن الله أحوالنا وجعلنا أفضل مما نحن عليه عقيدة وعبادة وأخلاقا وعزة ورفعة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن سار على هداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، ها هي ليلة 21 قد انقضت، وها هي ليلة 23 قد انقضت، وبعد ساعات معدودات تدخل علينا ليلة 24 من رمضان، وعما قريب يودعنا شهر رمضان، ونودعه على أمل اللقاء به بعد عام. فمنا من لا يلقاه فيكون في عداد الموتى، ومنا من يلقاه ولكنه يكون في عداد المرضى فلا يستطيع صياما ولا قياما. فلنجتهد إخواني الأفاضل غاية الجد في هذه الأيام المعدودات والليالي المعدودات الباقيات من رمضان، لعلنا ندرك ليلة القدر، فإن خيرها عظيم، ومن حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ولنجتهد فيما تبقى، ولنا أسوة حسنة بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، مع أن الله قد غفر له ذنبه كله ما تقدم منه وما تأخر، إلا أنه كان يجتهد اجتهادا عظيما في شهر رمضان، ويجتهد في العشر الأواخر أشد مما سبق. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله بالقيام وأيقظ أهله. فالمسلم يفعل الخير ويحث أهله على فعل الخير، فكان يوقظ أهله للقيام، وشد المئزر أي اعتزل أزواجه رضي الله عنهن. وقالت: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. فاجتهد يا عبد الله ما استطعت فيما تبقى من رمضان صياما وقياما وقراءة للقرآن وإفطارا للصائمين، وإنفاقا للمال على الفقراء والمساكين، وبرا وإحسانا بالوالدين، وصلة للرحم، وإحسانا إلى الجيران وإلى اليتامى والأرامل، اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فاجتهد في قراءة القرآن، واجتهد في القيام، واجتهد في الإنفاق في الجود على الفقراء والمساكين والمحتاجين. في هذه العشر الأواخر ليلة عظيمة الشأن، ليلة مباركة عظيمة المنزلة عند الله رب العالمين وعند المؤمنين أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم عنها: وهي ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال فيه أي في شهر رمضان: ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم.
فينبغي على الصائم أن يكثر من ذكر الله في هذه الليلة المباركة بما ينفعه في دينه ودنياه وبما ينفع المسلمين. ومن أعظم الذكر في هذه الليلة هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب أزواجه إليه عائشة رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال العلامة السعدي في تفسيره: يقول الله تعالى مبينا فضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها سبحانه وتعالى ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير. ثم فخم الله شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل عظيم. ثم قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي هذه الليلة العظيمة تعادل في فضلها 1000 شهر، بل أزيد من 1000 شهر. فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية من ليلة القدر. قال رحمه الله جل وعلا: وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أمة الإسلام، هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى، من عليهم بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة، أي مقدار 83 سنة، كأنك عشت حياة أخرى، بل كأنك عشت مرتين 83 سنة و4 أشهر. والإنسان في الغالب يعيش 60 سنة، يذهب منها مقدار 15 سنة تقريبا قبل البلوغ، يعني يعيش مقدار 45 سنة في الغالب، وهذه 83 سنة يعني تقريبا ضعف حياتك التي تعيشها وتعبد الله فيها. فإن كنت كل عام توفق لذلك فكأنك عشت في 10 سنوات 800 سنة أو أكثر، فإذا عشت 20 سنة 1600 سنة، وهكذا. فينبغي على العبد أن يجتهد غاية الاجتهاد في هذه الليالي المتبقيات حتى عسى أن يدرك هذه الليلة العظيمة التي أنزل الله فيها القرآن أو ابتدأ نزول القرآن فيها. فالله جل وعلا العظيم أنزل هذا القرآن العظيم في هذا الشهر العظيم في هذه الليلة العظيمة على محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم العظماء جاءه بهذا الوحي، أعظم الملائكة الذين هم رسل الذين هم رسل الله عز وجل، ومنهم هذا الملك الكريم جبرائيل عليه السلام. فاعرف قدر هذا القرآن العظيم، فاتله آناء الليل وأطراف النهار، واعرف قدر هذا الشهر العظيم فصمه إيمانا واحتسابا، واعرف قدر هذه الليالي العظيمة التي أنزل فيها القرآن، فأكثر من القرآن وأحسن في الصيام وأحسن في القيام، وجد على إخوانك بما تستطيع أن تجود به ولو شيئا يسيرا، فإن اليسير عند الله جل وعلا يصير عظيما. نسأل الله جل وعلا
أن يوفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. نسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن ينصرنا على من عادانا وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا جميعها وأن يدخلنا جنة عرضها الأرض والسماوات. ونسأله أن يعتق رقابنا من النار وأن يوفقنا لقيام ما تبقى من ليالي وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من المرحومين. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المسلمين المؤمنين المتقين المحسنين يا رب العالمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت